عليه الخوف ودخل على البحرين وإجا على البحرين، مملكة البحرين. في هذا الوقت هو قابل أحد المسؤولين اللي هو شغال مع سمو الشيخ اللي تابع الأسرة الحاكمة المالكة في مملكة البحرين. قابلوا اتفقوا مع بعض على بزنس حيعملوه مع بعض، عبارة عن صناعة إنه شركة كبيرة مصنع لصناعة معدات طائرات بمبلغ قيمته مبدئيًا 50 مليون دينار بحريني. طبعًا حيكون نصيب الأسد لسمو الشيخ 60%، وحيكون التمويل من رجل أعمال إماراتي، ولكن حيكون عنده فقط نسبة 40% من أرباح المشروع. ولكن هو الموضوع كله أصلًا متدرمخ، لا مشروع ولا شي، فقط هي ستارة فيترينا هيك حلوة حتى يمرّوا بيها الرشوات وتكون بعلة إنه استثمار، تمام؟